السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من كورس الهرمونات. هنتكلم النهاردة عن هرمون اللبن البرولاكتين. هنتكلم عن انواعه، وكمان هنتكلم عن الفانكشن الوظيفة بتاعته، وهنتكلم عن ازاي بيتم افرازه اثناء فترة الحمل والرضاعة، وهنتكلم عن زيادته، وهنتكلم عن البرولاكتين والضعف الجنسي عند الرجالة. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويلة، كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معاكم كابتن أناليسيس. البرولاكتين أو هرمون اللبن ليه اسم تاني وهو اللاكتوتروبين. جميل جدا، قالك ده بيبتايد هرمون بيشبه في تكوينه الجروث هرمون. بيتم إفرازه من الفص الأمامي للغدة النخامية. سنة 1970 كان في عالم اسمه هنري فيرسن. العالم دوت اكتشف هرمون البرولاكتين في البشر، في الهيومن. هقولك معلومة مهمة جدا: امتى أسحب عينة دم لتحليل البرولاكتين؟ قالك بص، البرولاكتين بيتأثر بالأكل وخاصة البروتين، وعشان كده لازم أعمل التحليل صايم 6 ساعات. طيب، بتختلف نسبة البرولاكتين الصبح عن الظهر عن العصر عن بالليل. جميل جدا، هتزيد نسبته ليلا. حلو الكلام، وهتوصل للقمة أول ما تقوم من النوم الصبح. يبقى إمتى أعمل التحليل؟ المريض هيقوم من النوم الصبح، يقعد ساعتين. حلو الكلام، وبعد كده يجي لك المعمل يستريح نص ساعة، وبعد كده تبدأ تسحب العينة للمريض. ده الوقت الأمثل إن أنت تسحب فيه عينة البرولاكتين. ارتفاع نسبة البرولاكتين بتسمى هايبر برولاكتينيميا، وانخفاضه بيسمى هايبو برولاكتينيميا. النسبة الطبيعية بتختلف من الراجل عن الست. الميل بتكون من 3 ل 15، أما الفيميل بتكون من 3.8 ل 23. يا ترى أنا عندي كام نوع من البرولاكتين؟ قالك عندك 3 أنواع. التقسيمة كانت على حسب الوزن الجزيئي لكل منهم. فعندي الليتل برولاكتين، وده بيقوم بمعظم الوظائف الحيوية في الجسم. كمان عندي البيج برولاكتين، وده بيقوم بوظائف حيوية قليلة. وعندي البيج برولاكتين، وده بيقوم بوظائف حيوية قليلة جدا جدا جدا. كيفية إنتاج البرولاكتين: بص يا سيدي، أثناء فترة الحمل هيزيد مستويات بعض الهرمونات زي الاستروجين والبروجسترون. جميل، لما نسبتهم تزيد هتزيد معاهم نسبة البرولاكتين. حلو جدا. كل دول بقى هيهيئوا البيرست ان يحصل له enlargement، زيادة في حجم البيرست، وده هيهيئ البيرست ان يكون مستعد لعملية الرضاعة. طب مش المفروض لما البرولاكتين يزيد انتاج اللبن؟ قالك قالك بس نتيجة لوجود الاستروجين هتعمل بلوك للإفكت بتاع البرولاكتين، فمش هيتم انتاج اللبن. طب بعد الولادة نسبة الاستروجين هتقل، وبالتالي البرولاكتين هيقوم بدوره في تحفيز الثدي لإنتاج اللبن. بعد الولادة وأثناء رضاعة الطفل من أمه، أثناء عملية الساكنج المص، أثناء الرضاعة بيتم تحفيز المستقبلات اللي موجودة حوالين الحلمة بتاعة الثدي، النيبل. لما بيحصل تحفيز هيتم إرسال إشارات عصبية عبر السباينال كورد، الحبل الشوكي، وتروح للهايبوثالاموس. الإشارات العصبية دي لما بتتغير هتحفز البيتيوتري عشان تنتج ليا برولاكتين، والبرولاكتين لما بيتم إنتاجه بيحفز الغدد اللبنية عشان تنتج اللبن. نفس الإشارات العصبية دي هتروح للفص الخلفي من البيتيوتري، الغدة النخامية، وتنتج ليا هرمون اسمه أوكسيتوسين، وده هيروح للبيرست ويعمل ميلك ليت داون، يعني هيساعد الثدي على إخراج اللبن. يبقى ركز معايا، البرولاكتين بيساعد في إنتاج اللبن، أما الأوكسيتوسين بيساعد في خروج اللبن من الثدي. تعال أكلمك عن الهايبوثالاموس وإنتاج البرولاكتين. الهايبوثالاموس هتنتج ليا هرمون اسمه الدوبامين. بعض الكتب سمته بإيه؟ بالبرولاكتين انهبيتنج هرمون. بص، لما بيزيد إنتاج البرولاكتين بناء عليه هيزيد نسبة الدوبامين،
فهيقل إنتاج البرولاكتين، أصل العلاقة ما بينهم علاقة عكسية. طيب خلي بالك ممكن يكون في زيادة فسيولوجية للبرولاكتين نتيجة للهاي بروتين ميلز اللي انت أكلت بروتينات نسبتها عالية، كمان بعد التمارين الرياضية، وكمان بعد ممارسة الجنس. دلوقتي تم إنتاج البرولاكتين في الجسم، هيروح يشوف الأماكن اللي فيه ريسبتور خاصة بيه موجودة فيها ويمسك ويشتغل. زي إيه مثلا الأماكن دي؟ قالك الأوفرز، البيتيوتري جلاند، الهارت، اللنج، السايمس، السبلين، الليفر، البنكرياس. كل دي أماكن عليها ريسبتور خاص بالبرولاكتين. ركز بقى معايا. في الغدد اللبنية البرولاكتين هيمسك في الريسبتور الخاصة بيها وينشط الجاك ستيت باسواي، فتقوم الغدد اللبنية بإنتاج اللبن. هيعمل إيه كمان؟ قالك البرولاكتين والأستروجين والبروجسترون هيساعدوا في تكبير حجم الثدي، هيعملوا enlarged burst، تمام، استعدادا لاستقبال اللبن. مش كده وبس، ده كمان البرولاكتين هيعمل inhibit للجونادوتروبين. بص ركز معايا في دي. البرولاكتين لما يزيد هتقل نسبة الجونادوتروبين هرمون زي ال LH، وبالتالي مش هيحصل evolution تبويض، وبالتالي مش هتحصل عملية الدورة الشهرية، فمش هيحصل حمل. امتى هيحصل هايبربرولاكتينيميا او زيادة في نسبة البرولاكتين؟ قالك عندي زيادة فسيولوجية نتيجة للحمل والرضاعة، وعندي زيادة مرضية زي في حالات البيتيوتري تيومر او ورم الغدة النخامية. هنا المريض هيشعر بصداع هيدك، وكمان هيبقى عنده مشكلة في الرؤية. ليه؟ قالك لأن الورم اللي في الغدة هيضغط على الأوبتيك نيرف العصب البصري وهيسبب اضطرابات في الرؤية. جميل جدا. كمان لما تزيد نسبة البرولاكتين هتأثر على الدورة الشهرية وهتسبب عقم للنساء. أما لو زادت نسبة البرولاكتين عند الرجال هتسبب ضعف جنسي وفقدان الرغبة الجنسية وضعف في الانتصاب. لو زادت نسبة البرولاكتين عند الفيميل بدون حمل أو رضاعة هنلاحظ نزول اللبن من ثدي الأنثى، ولكن نادر جدا لما اللبن بينزل من ثدي الرجل. دي كانت حلقة النهاردة في تحليل البرولاكتين هرمون اللبن بكل تفاصيله. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس.